السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عبد الرحيم. اليوم راح نحضروا المقرات تاع الكوشه. تبعوا معايا طريقة التحضير. كما راكم تشوفوا لهنايا درت 3 كيلات تاع الشيشه تكون متوسطه. هذه الاولى، هذه الثانيه، وزدت 3 يعني 3 كيلات هي كيلو تاع الشيشه اللي هو سميد متوسط. رشه ملح، مغرف تاع لافاني. هنا درت كيله دايبه تاع السمن ماشي سخونه، هنايا راهي بارده، كملتها بالزيت يعني قيس ناقصه 2 دوا برك، كملتها زيت. هنا درت رشه تاع السكر باش دير لنا برك هذيك الحموريه في المقروط. بالكو تنساو راني نقول لكم السمن يكون بارد ما يكونش سخون. هنا كيما راكم تشوفوا راني ندخل كامل السمن في الشيشه. هي هذه الطريقه اللي ناجحه في المقروط. كاين اللي تقول لك يتفتح لي، كاين هذه قد ما تدخلي السمن في الشيشه قد ما حيصدق لك المقروط. نحطيه كامل على جنب ونخلوه يرتاح حوالي ساعة ساعة ونص، قد ما تخليه يرتاح مليح ونروحو نحضروا الغرس تاعنا. هنا كما راكم تشوفوا الغرس نقيته ما خليت فيه حتى العظم. ديري رشة تاع قرفة. هنا 3 مغارف تاع الجلجلة المحمص يكون اختياري، ومغرف تاع السمن، مغرف تاع مزهر، مغرف ونص تكفي. وعجني الغرس ديالك مليح حتى تشوفيه طري. هاولي كيما راكم تشوفوا الغرس تاعنا راهو طرى. هنا شكليهم حرابيش. هاوليك الحربوش تاعنا راه واجد، غطيهم بسيلوفان وخليهم تاني. هنا الشيشه تاعنا راهي ارتاحت. نروحو نوجدو الخليط تاع المزهر مع شويه ما، نديرو نص مزهر ونكملوها ما. ابداي رشي بشويه وعجني، يعني ماشي تعجني طميها برك.
هكدا رشي بشويه وطمي. كاين اللي ماشي كيله تاع مزهر ياكلها الكيلو تاع التشيشه، كل وحده والنوعيه تاع التشيشه اللي مرفه تخدم بيها. هاي اللي كنطمت كيما راكم تشوفوا. هكذا حطيها كامل على جنب ونزيدو نخلوه يرتاح المرة الثانية. هكذا غطيه بابي كويسون، عفوا بسيلوفان. هنا خليناه يرتاح 20 دقيقة تكفي. دوكا تلقاي هذاك السميد ديالك شرب كامل هذاك المزهر والماء. هنا تقسمي العجينة ديالك تشمخيه غير قسمح تخدمي. رشيها بشوية. كيما راكم تشوفوا هنا انا ما شمختش كامل العجينه، راني نشمخ قسمه نخدم. هنا سي تحكمي فيها، العجينه راهي طريه كيما راكم تشوفوا. عمليها حربوش، ما تخليش الهواء يدخل لداخل، سي تضغطي. احكمي هذاك الحربوش تاع التمر وديريه داخل العجينه. هي العجينه راهي طريه، تقدري تتحكمي فيها كيما تحبي. احكمي الطابع اللي عندك تاع المقروط وبدا شكلي فيها. هكذا عدليها بالموس كيما راكي تشوفي. هاي ليك الشكل تاع الحبه كيفاش يخرج.
انا هنا نكمل نقطع المخروط ديالي. هاولي كيما راكم تشوفوا فيه خرج لي قريب 40 حبه. هنا زينته بحبه تاع القرنفل، يعني التزيين دائما نقول لكم اختياري. هكذا كملي لصقي كامل حبه تاع القرنفل في المخروط ديالك. دوكا نروح ندخلوه للفرن على 180 درجه حتى يحمر. هنا كيما راكم تشوفوا المقروط تاعنا راهو طاب، درتو دوغي ما راه حمر بزاف، ما خليته ابيض وخليته برد. هاو العسل ديالنا كيما راكم تشوفوا راه واجد صنع منزلي تاني. دوك نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، راني حطيته من قبل. هنا بدا يعسلي المقروط ديالك. كاين بزاف اللي تقول لك انا نخاف نعسل المقروط ديالي وهو سخون يتفتح لي، من الاحسن تخليه يبرد وعسليه في العسل يكون سخون. كيما راكم تشوفوا راني نتحكم فيه كيما نحب. هكذا وديريه في الكسكاس ديالك يقدر. وكاين اللي يعسلوه زوج خطرات، تعسليه دوكا وكي تجي تقدميه للضياف ديالك ولا تجي تاكليه عاودي عسليه دوزيام فوا. هاوليك المقروط ديالي راهو واجد كيما راكم تشوفوا. عسلته درتو في كيسات. هاي ليك حبه دوك نفتحها قدامكم، شوفوا كيفاش جا مبسس لاباس عليه. واللي عجبتها الوصفه ديالي دعمني باللايك والاشتراك وبارك الله فيكم.